مساء الخير حبيبتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. حنوناتي اليوم جيتكم بوصفه التقشير في المنزل، تقشير الجسم وتوحيد اللون تاعو وترطيبه وتبييضه خاصه. وش راح تحتاجي في هذه الوصفه البنات؟ الا ما عندكش مقشر في الدار راح نخدموا المقشر دوكا بحاجات بسيطه جدا. راح يلزم لك السكر كما راكي تشوفي، الكميه اللي حبيتي ديريها. انا درت واحد الكاس هكذاك صغير. راح تحتاجي زيت جونسون للاطفال، تحطي شويه تاع زيت جونسون. وراح تحتاجي شويه زيت تاع اللوز، حطي زيت اللوز الحلو الداخل طبعا. وراح تحتاجي جل دوش اللي تحبيه نتيا، شاور دوش يعني اللي تحبيه. انا فضلت انه يكون هذا الشاور اللي نموت عليها تاع الكرز تاع حبل الملوك. بيان سور راح تحتاجي العكر الفاسي ولا الكركديه. ما سيتش هذه يا البنات، ما سيتو والو. ما تقولوليش مازال ما سيتوهاش. واو 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 يا البنات، تقشير ولا اروع بالكركديه وجلدوش المفضل تاعك، سكر. شوفوا، واحد الترطيب، واحد اللمعان، واحد تبييض الجسم روعه. استعمليها قبل ما تستعملي الشفره، الاكواع، الركب، الاقدام، وزيد تخلي واحد الريحه في الكوخ. وهذيك الكركديه البنات تبيض وتورد وتعطيك واحد اللون رائع في الكوخ تاعك. تلقاوها في الانستغرام حنوناتي، راني دايره الفيديو كامل تاعها. الناس اللي عندهم جلد الإوزة، اللي عندهم مشاكل في البشره كامل يتنحى لهم، لازم يكون الجسم مشمخ وديريها. بيزو.